صباح الخير ويا رب ايامنا وايامكم كلها خير. طبعا زي ما انا متعوده الحمد لله، اول حاجه بحب اعملها اول ما بصحى من النوم افتح شبابيك الشقه كلها عشان اهوي الشقه. شغلت بقى القران على الساوند سيستم في الشقه كلها عشان اعرف اشتغل وانا في راحه نفسيه كده في البيت. وطبعا الحاجه لما بتخلص الغسيل، ودي برضو حاجه بحب ابدا بيها يومي عشان مش بتبقى اول ولا اخر حطة غسيل، فبحب بقى اخلص منها عشان ابدا اشوف اللي ورايا. على قد ما شغل البيت متعب بس عمرها ما كانت حاجة بتضايقني او بتأذى منها، بالعكس بكون مبسوطة جدا وانا بعمل كده. واحساس بقى ان انا اقعد اخر اليوم والشقة نظيفة ومترتبة حتى لو كنت تعبانة طول اليوم بكون مبسوطة جدا. يا جماعة بحس ان النظافة دي بجد نعمة، ودايما بقول يا رب ديمها عليا نعمة واشغلني بترتيب البيت ونظافته. دي بقى احلى واسهل طريقة بيتزا في البيت. هجيب كوبايه ميه تكون دافيه كده، انا بدفيها بسيط قوي. بحط فيها معلقه سكر ومعلقه واحده بس خميره. معرفش كان مالي النهارده كل ما امسك حاجه تقع مني، انا حطيت معلقه واحده بس خميره وتقريبا الكيس كله وقع بره الكوبايه على المطبخ زي ما انتم شايفين. بصوا وقع تاني برضو، مش عارفه في ايه. المهم لميت بقى الدنيا وقلبت الخميره كويس جدا لحد ما تدوب كده خالص، وبعد كده بحطها بقى على جنب ممكن 10 دقايق او ربع ساعه، مش اكتر من كده، لحد بس ما بنلاقيها عملت فوم كده فوق. هنا بقى كان ممكن افتح كيس الدقيق شويه عشان ينزل براحته، بس معرفش ليه انا بحب دقيق التنفس. دلوقتي انا هحط 3 كوبايات من الدقيق. انا بستخدم دقيق بيتزا بس النهارده ما كانش عندي دقيق بيتزا فاستخدمت دقيق عادي. الاحسن ان انتوا تستخدموا دقيق البيتزا، بس الاتنين برضو حلوين. بصوا بقى الخميره هي عملت خمرت، فهحطها بقى على الدقيق وهقلب كده بالمعلقه لحد ما الخميره كلها تدخل جوه الدقيق علشان اعرف اعجنها كويس. يعني هفضل اقلب كده لحد ما تبقاش فيها ميه، تماسكت في بعض بقى وبقت حته واحده، وبفضل اعجن فيها لحد ما الاقيها مش بتلزق خالص. بصوا هنا ما كانتش بتلزق. بدخلها بقى مكان مقفول من ساعه لساعتين، انا عشان هعملها في نفس اليوم فهطلعها في ساعتها. فقبل ما تخمر تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعه البيتزا. حطيت بقى معلقه زيت ومعلقه من معجون الطماطم اللي هي الصلصه وكوبايه صغيره جدا من عصير الطماطم، سبتهم بقى يسبكوا كده مع بعض. وحطيت اهم حاجه في صلصه البيتزا يا جماعه عشان صلصه البيتزا تطلع زي بتاعت بره بالظبط، بجد حطوا زعتر، الزعتر بيخليها تحفه. حطيت معلقه كبيره كده زعتر وقلبتهم بقى في بعض، وحطيت برده التوابل اللي انا عايزاها. بعد ساعة بقى طلعت العجينة لقيتها بقى بالمنظر ده ما شاء الله خمرت. طبعا انا عشان سايباها ساعة فبقت بالشكل ده، لكن لو سبتوها اكتر هتضعف اكتر. حطيتها بقى في صينية البيتزا وفضلت اوزع فيها كده لحد ما اخدت شكل البيتزا كله. يعني حاولوا ان انتوا توزعوا فيها على قد ما تقدروا، هتفضل ترجع معاكم شوية بس في الاخر هتاخد شكل الصينية. هنزل بقى بالصلصة وافضل بقى اوزع فيها على العجينة كلها. بجد يا جماعة الريحة بتاعة الصلصة من قبل ما تدخل الفرن ريحتها ما شاء الله تحفة. دي بقى بيتزاية تانية صغيرة كده، دي عملتها حشو اطراف، حطيت لها جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا، هتشوف شكلها في الاخر بتبقى رهيبة. هنبدأ بقى نحط الحشو بتاع البيتزا. انا هنا حطيت بسطرمة وحطيت سجق وفلفل الوان. انا السجق اصلا كنت مشوحاها على النار بالفلفل الالوان والبصل. حطيت بقى جبنة موتزاريلا وحطيتها في الفرن. انا مش بحب اكتر الجبنة في الاول، بطلعها في نص التسوية احط لها جبنة تاني وبعدين بقفل عليها. بصوا بقى يا جماعة خلصت، كانت بجد رهيبة وطعمها مش طبيعي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. بصوا بقى البيتزاية اللي هي محشية جبنة من الاطراف. خلصت بقى وبدأت في التنظيف اللي بعد الاكل. بصوا الرخامه دي بقى بالظبط عامله زي الغساله ما بتخلص، طول ما انا ماشيه بفضل انضف فيها لانها بتتبهدل من اقل حاجه. خلصنا بقى وقلنا نعمل حاجه بقى نشربها. عملت بقى ايس كوفي بس بصراحه ما كانش موفق قوي لاني عملته في المج اللي انا كنت بقول لكم ان انا مش بحبه، لانه مش بيعمل فوم حلو قوي. تعالوا اوريكم بقى طريقه الايس كوفي فيه بتبقى عامله ازاي.
خلصت بقى كل حاجة ولبست ونزلت، وكنت رايحة مع مامتي اسبوع قريبتي. ويا جماعة انا بحب الاجواء دي قوي بجد. قابلت بقى ماما تحت البيت، ودي اكتر حاجة بجد بتبسطني ان انا بقابل ماما او بنروح مع بعض في اي حتة. تعالوا بقى معانا بقية اليوم. وطبعا بما اننا اتقابلنا لازم اول حاجة نعملها اول ما نتقابل نطلب اكل. اكلنا بقى وكان اليوم ده بجد كان حلو قوي، الجو كان جميل جدا. خلصنا بقى اليوم ومروحين. اشوفكم في يوم جديد، ما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.